بسم الله الرحمن الرحيم. بيت الزملكاوية، أهلا وسهلا بيكم. فيديو جديد معانا. يعني فيديو مفيهوش جديد، يعني أنا طالع فيديو عمال بضحك. أنا هقول لكم إيه يعني؟ كل كلمة قلتها قبل بطولة أفريقيا ما تبدأ حصلت. كل حرفيا هات الفيديو اللي قبل البطولة هتعرف إن كل كلمة قلتها حصلت. أنا عايز أعرف يا فدوريا، أنت أخد الناس دي بناء على إيه؟ ارجع للفيديو اللي فات ده على طول هتعرف أنا قصدي إيه في الفيديو ده. ماشي؟ انت في دوريا اخد الناس دي اللي انت اخدها معاك بناء على ايه؟ سؤال واضح وصريح. انت مدير فني منتخب مصر، يعني ليك كامل الصلاحيات في اختيار لعيبه من جوه مصر ومن بره مصر، وعندك اللي يكفيك وزياده. انت اخد اللعيبه دي بناء على ايه؟ لازم اعرف جواب واضح وصريح منك. او راجل في اتحاد الكوره يطلع يقول لنا هو جاب اللعيبه دي ليه؟ ما هو انت عشان لما تتعادل مع موزمبيق اللي هي ترتيبها ال 156 على العالم، يبقى احنا لازم راجل في اتحاد الكوره يعرف يقول لنا ايه. لما انت ترتيبك السادس افريقيا وموزمبيق ترتيبها ال 86 افريقيا ونتعادل معاها في اخر دقيقه، يبقى لازم راجل يطلع يقول لنا في ايه. يبقى رشدي لازم يطلع يقول لنا انت مختار اللعيبه دي ليه. محمد النني اللي انا اتكلمت عليه لما زوري راح، انا لسه صوتي جاي امبارح بسبب الفيديو اللي فات اللي انا قلت عليه على محمد النني. بيعمل ايه النني؟ شفت النني بيعمل ايه؟ شطشطه في الماتش ما حصلش. عمل سرور، هو واحد عمل له صراخ وطالت منه. طيب بيعمل ايه النني؟ بياخد الكرة من الباك اليمين بيديها للباك الشمال، بياخد الكرة من الباك الشمال بيديها للباك اليمين ودمتم. بيقطع كور النني؟ ما بيقطعش كور النني. طب بيبني هجمه النني؟ ما بيبنيش لانه اصلا ما عندوش الحلول. طيب هل النني مثلا لما الشوط الثاني خلى حمدي فتحي يرجع يبقى هو رقم 4 يلعب 4 والنني زاد بقى 6 وحمدي فتحي بقى استلم، بقى النني هنا فري قدامي، بقى النني ايه بيزيد المفروض قدام. هل شفت الزياده للنني في الشوط الثاني؟ طلع في رقم زبده زاد، عمل سرور مهاجم، عمل باص للجناح، عمل اي حنكشه بنت ميتين كلب تشمع له في الماتش؟ ما عملش حاجه النني. يبقى تاخده ليه؟ بقى انت سايب سام مرسي قائد ويجن وكابتن، معلش انا اسف ليك يعني، خدني على قد عقلي. واحد كان مع ويجن في الدوري الدرجه الاولى الانجليزي، ويجن هبط معاهم وبقى كابتن الفريق وافضل لاعب وسط في الشامبيونشيب اللي هو دوري الدرجه الثانيه الانجليزي اللي هو سام مرسي اللي اتكلمت عليه الحلقه اللي فاتت برضه. ساب سام مرسي واخد النني، ساب سام مرسي واخد محمود حماده، سايب طارق حامد واخد امام عاشور. امام ايه؟ وامام مين؟ وامام بتاع ايه اللي انتوا عاملين له كل الهيصه دي يا اعلام الاهلي؟ يا اللي انا مش عايز اغلط فيكم عشان لو غلطت هقول لكم كلام ورب العزه ما يتلبس عليه هدوم. انا لو اتكلمت على اعلام الاهلي واللي بيعملوا صفحات الاهلي المدفوعه ام 5000 جنيه كل شهر ورب اللي يعز ويذل هقول لكم كلام ما يتلبس عليه هدوم. امام عاشور احصائياته في ماتش امبارح لمس الكرة 6 مرات، لعب 3 باص امامي ولا باص صحيح، عمل 3 مراوغات ولا مراوغة صحيحة، عمل تدخلين في الكورة اخد تدخل وتدخل اتاخد منه. يعني امام كل اللي عمله في الماتش امبارح في ربع ساعة اللي لعبها ولا التلت ساعة اللي هو قطع الكورة. طب ده خط وسط منتخب مصر؟ هل طارق حامد لما كان موجود في خط منتخب مصر كان حد يقدر يعمل الكلام ده؟ اقسم بالله اقسم بالله كان خلاها مذبحه في نص الملعب، كان خلاها مذبحه. وبعدين معلش يعني سؤال رفيع، انا اسف، اعتبرني ما بفهمش كوره، اعتبرني مبتدئ، يعني اعتبرني واحد كده لسه بيتفرج على كوره امبارح. انت بتلعب موزمبيق اللي هي ملهاش ترتيب، ولا هي مثلا في افريقيا ما في كل فين وفين، او هي شوف تصنيفها كام. انت بتلعب بثلاثة في نص الملعب ليه؟ هو انت بتلعب الارسنال؟ يا ابني ما تطلعوا تفهمونا يا ابني، لو انتوا مش فاهمين الدنيا واحنا جايين عليكم في ميتين حاجه ما تطلعوا تفهمونا الدنيا ماشيه ازاي. انت بتلعب موزمبيق بتلعب بثلاثة في نص الملعب، بتلعب حمدي فتحي والنني وزيزو. طب زيزو قلنا ماشي راجل بيزيد، يبقى انت لازم محتاج واحد يزيد في الحته دي تاني. يبقى تعمل ايه يا غبي يا غبي؟ يبقى تخلي تريزيجيه شمال زي ما هو وترمي هنا عمر مرموش. يبقى هنا عندك ديفندر صريح
ارمي النني ده بره في اي زباله ونزل مروان عطيه. تاخد مروان عطيه ليه يا وانا عشان بتقول له اهلي وزملكاوي؟ لا انا مش راجل زملكاوي بقول لك مروان عطيه يستاهل يلعب اساسي. ما ترمي مروان عطيه راجل ديفندر اهو شويه من جرينتا طارق حامد. مش هقول لك يا عم طارق حامد اللي انت استبعدته عشان ده لو اتكلمنا عايزين 10 حلقات. هنقول مروان عطيه لعيب كويس ولعيب صغير ولعيب فاهم ولعيب بصير كويس. ما ترمي ميتين مروان عطيه وترمي جنبه يمين زيزو وترمي جنبه شمال عمر مرموش وصلاح وتريزيجيه على الطرفين. هي محتاجه فقاقه يعني؟ محتاجه؟ ده محمد هاني معمول عليه 80 دقيقه الولا اخده يمين وشمال مسح بكرامه امه الارض. انت بتفكر تنزل عمر كمال عبد الواحد اخر ربع ساعه؟ انت ايه يا ابني؟ يا ابني محمد حمدي الشوط الثاني كله، الشوط الاولاني كله ونص الشوط الثاني الولا ضايع خالص. التغطيه العكسيه عارف يعملها ولا رفع صحيحه ولا زياده عدديه ولا ورا بيغطي. ده كان هيحط جون في نفسه لولا العارضه والشناوي وربنا كرم. ده الكوره جايه له كده بدل ما يشيلها بالشمال ده يعني هي جايه لك على عدلتك كوره مرفوعه كده فانت بتلعب بالشمال طق بره كورنر خلاص. انت كانت الكوره جايه لك كده بتلعبها باليمين بتحطها في الجون. هو ده باك الشمال الاساسي لمنتخب مصر. انا عايز راجل او اي حد عنده دم في البلد دي يطلع يقول لنا اختيارات منتخب مصر دي كانت على ايه والمدرب ده كان قصده ايه من الماتش امبارح. عشان اللي حصل في الماتش امبارح تكتيكيا ورب العزه ورب العزه يعني محتاج 3 ايام اتكلم فيه تكتيكيا. يا راجل يا راجل ده لما حب يهاجم نزل كوكا نزل كوكا. يعني انت دلوقتي عايز تلعب باتنين راس حربه خليت مع مصطفى محمد ونزلت كوكا يبقى انت كده اوريدي هتلعب على ارضيات. يبقى انت محتاج حد يرفع من اليمين محتاج حد يرفع من الشمال. بتقوم انت ساحب كوكا بتنزل كوكا وبتسحب احمد سيد زيزو اللي هو بيرفع. امال مين هيرفع للاثنين اللي انت نزلتهم؟ انت دلوقتي لعبت باتنين راس حربه ونزلت كوكا جنب محمد مصطفى محمد. يبقى انت هتلعب باتنين راس حربه يبقى هتلعب على ارضيات. احنا ومع مين هنعرفوا الكلام ده؟ انت بتسحب احمد زي زيزو اللي بيرفع. طب مين هيرفع للناس دي؟ طب الناس دي ما جاتلهمش رفع من ساعه ما احمد زي زيزو طلع. يا راجل ده انت الجون اللي جبته يا جدع اتعادلت فيه في اخر دقيقه ببلانتي. يا ابني يا جدعان يا جدعان عشان ما اطلعش من هدومي انا عايز اعرف مين بيختار لعيبه منتخب مصر وعلى اي اساس اللعيبه دي بتلعب. ما حد يفهمنا يا عم. ما احنا من حق ميتين ابونا كشعب مصري نعرف مين بيتحكم في اختيارات المنتخب. نني مين يا عم عشان بيلعب يا جدع؟ ده قلت لك حرام يا جدع اخده معايا خماسي في الوسع يا جدع. ما تعرفوش ميتين ابونا يا جدع. بيعمل ايه محمد النني يا عم يا جدع؟ والمصحف الشريف لو اخدت دونجا بتاع الزمالك افضل اقل دونجا بيخبط وبيرزع وبيجيب لك كوره وكده. نني ايه بيعمل ايه النني؟ شعره تكي 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 ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ هو احنا معلش انت جايب موديل ولا جايب لاعب كوره؟ يا عم ما تقرفوناش. حد يطلع يفهمنا الاختيارات دي بناء عليه واللي حصل امبارح والتغييرات اللي حصلت امبارح دي حصلت ازاي؟ حصلت ازاي؟ ما انت بتنزل 2 راس حربه وبتطلع زيزو اللي بيرفعهم. امال مين هيرفع يا ابن المجنونه؟ يا ابني على الجناني. يا جماعه انا مش عايز اطول عليكم يا جماعه. انا تعبت ونفسيتي تعبت والله وصوتي هيروح تاني. فانا بجد هارد لك على التعادل امبارح. ليك صعود امل 9 حتى لو اتغلبت ماتش غانا الجاي برضه ليك امل 9. يعني حتى لو اتغلبت ماتش غانا الجاي هتبقى انت عندك بونت. هتكسب كاب فيردي هيبقى عندك 4 بونت هتصعد احسن توالت. المهم انت هتصعد وخلاص. انما انا عايز راجل يعرف يطلع يقول لنا ايه اللي حصل. بس انا مش عايز اكتر من كده. خلصت كلامي. اتمنى يكون في رجاله واتمنى حد يطلع يرد عليا. للاسف مفيش حاجه من دي هتحصل. خلصت كلامي. السلام عليكم.